هل يشارك الشناوي أمام القطن الكاميروني؟ سبب واحد ينقذه من الدكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حالة من الحيرة يمر بها الجهاز الفني بالنادي الأهلي في حالة أو في ظل تذبذب مستوى الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في الفترة الماضية، ما جعل مشاركته أمام القطن الكاميروني في المباراة القادمة يوم الجمعة القادم في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مهددة. مواجهة ملاوي قد تنقذ مشاركة الشناوي مع الأهلي أمام القطن الكاميروني، وبحسب مصدر من داخل الأهلي فإن الجهاز المعاون يرى ضرورة مشاركة الشناوي في مباراة القطن الكاميروني، خاصة وأنها المباراة الأخيرة قبل مواجهة منتخب مصر أمام ملاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ما يهدد مشاركته بشكل أساسي مع الفراعنة حال جلوسه على دكة البدلاء في مباراة القطن الكاميروني. كولر يبحث راحة الشناوي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا. وتباينت الآراء بين أعضاء الجهاز الفني بالأهلي، حيث علم أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يرغب في إراحة اللاعب بعدما قرر تحويل الملف الخاص به إلى الطبيب النفسي الجديد بالجهاز من أجل محاولة إعادته إلى المستوى المعهود للشناوي، ويحل الأهلي ضيفا على نظير القطن الكاميروني في السادسة مساء الجمعة القادم في مباراة يسعى من خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد ال3 نقاط من أجل الحفاظ على أماله في التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا. 3 غيابات عن الأهلي في مباراة القطن الكاميروني الحاسمة أزمة دفاعية كبرى. يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من العديد من الغيابات قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بنظير القطن الكاميروني، ويفتقد الأهلي لجهود 3 لاعبين أساسيين في مباراة القطن الحاسمة والتي لا تقبل القسمة على 2، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة باحثا عن الفوز من أجل الحفاظ على أماله في التأهل لدور ال8 في ظل تعقد موقفه في المجموعة بعد الخسارة أمام صن داونز الجنوب أفريقي. ويغيب عن الأهلي الثلاثي محمود متولي الذي يعاني من شد في الخلفية، بينما اقترب غياب عمرو السولية الذي يعاني من آلام في السمانة، كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع النادي الذي يعاني من آلام في العضلة الضامة.